أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعين سعودي هورس. استمعنا قبل قليل لحديث بطل كأس وزارة الحرس الوطني. الآن بجانبي وصيف بطل كأس الحرس الوطني الفارس سعد بن عبد الله العجمي الذي استطاع أن يحقق المركز الثاني في هذا الشوط. سعد ألف مبروك. الله يبارك فيك سعد، ما شاء الله، يعني اليوم الجميع كان يقول انك كنت مفاجأة هذا الشوط، قدمت مستوى مميز، حطيت في ضغط، كنت الفارس قبل الأخير، ومع ذلك الحمد لله قدرت انك تطلع بجولتين نظيفة رغم الظروف اللي تعرضت لها في الجولة الثانية، ومع ذلك حققت المركز الثاني. يا ليت تكلم لنا عن اللي صار جوا الميدان. الحمد لله، هذه كانت أول مشاركة لي في الوزارة، والحصان لسه جديد، 4 بطولات شاركت فيه، وكان عليه ضغط لأن ما كان فيه إلا 4 فرسان عدوا بدون نقاط جزاء. سعد، يعني الضغط وأول كأس وزارة وقدمت هالمستوى، هل ترى بأنه يعني إن شاء الله أنك جاهز للأشواط بارتفاعات عالية الفترة القادمة؟ الحمد لله، إن شاء الله نقول لك جاهزين، وهذا كان تجهيز للفايف ستارز والخليجية والوطن. بإذن الله كل التوفيق لك سعد. آمين، جزاك الله خير. هذا كان حديث الفارس سعد العجمي، الفارس الذي كان مفاجأة هذا الشوط اليوم، حل في المركز الثاني بعد الفارس مشاري الحربي. بإذن الله سنكون معكم في تغطيات في الأسبوع المقبل، ومن ثم في مهرجان خادم الحرمين الشريفين. هذا كان حديث الفارس سعد العجمي والفارس مشاري الحربي. شكرا لكم، نلقاكم على خير.